Hello everyone. تخيل انك كنت بتذاكر وفجأة الكهرباء قطعت وعاوز تقول الجملة دي بالانجليزي. يا ترى هنستخدم زمن ايه؟ هقولك ان انا هستخدم زمن الماضي المستمر the past continuous tense. الزمن اللي بنستخدمه لما بنتكلم عن حاجة كانت بتحصل في وقت معين في الماضي. يلا نعرف بينا بيتكون ازاي وامتى بنستخدمه. Let's start. أول حاجة هنتكلم فيها عن الماضي المستمر هو التكوين، الفورم. شكل الماضي المستمر بيكون عامل ازاي؟ هقولك ان الاي او الهي والشي والات او اي singular noun اي اسم مفرد بيجي بعدهم الووز وبعدين الفيرب بلس ان جي. اما الوي واليو والزي او اي اسم جمع بيجي بعدهم الوير وبعدين الفيرب بلس ان جي. For example, I was reading a story. انا كنت بقرأ قصة. يبقى الووز او الوير بتديني معنى كان. For example, أميرة and منى were watching TV. أميرة ومنى كانوا بيتفرجوا على التلفزيون. We were playing football at 7 o'clock yesterday. إحنا كنا بنلعب كورة الساعة 7 مساء أمس. تاني حاجة نتكلم فيها النهاردة هو الاستخدام. وأنا هقولك إن أنا بستخدم الماضي المستمر للتعبير عن حدث استمر لفترة في الماضي ثم انتهى. حاجة كانت بتحصل في الماضي لفترة زمنية معينة وخلصت خلاص. She was washing the dishes. هي كانت تغسل الأطباق. استخدام التاني للتعبير عن أحداث استمرت في وقت محدد في الماضي. مثلا كنت بتفرج على مسلسل من 7 ل8. يبقى الحدث استمر لفترة معينة في الماضي. For example, she was cooking at 5 o'clock yesterday. هي كانت تطبخ الساعة 5 أمس. الحالة الثالثة للتعبير عن حدثين استمروا في الماضي. حد بيعمل حاجة وفي حد تاني بيعمل حاجة تانية. While I was sleeping, بينما أنا كنت نايم, my father was working. بابايا كان بيشتغل. يبقى الحدثين حدثوا في نفس الوقت ومفيش حد قطع التاني. الحالة الرابعة للتعبير عن حدث كان مستمر عندما قطعه حدث آخر. وعايزة ألفت نظرك وأقولك إن الحدث القاطع بيكون في زمن الماضي البسيط. For example, I was playing in the park when it rained. أنا كنت بلعب في الحديقة عندما الدنيا بدأت تمطر. يبقى الحدث اللي كان مستمر هو اللعب في الحديقة، والحدث القاطع إن الدنيا مطرت. تالت حاجة هنتكلم فيها النهاردة وهي النفي. وهقولك إن أنا بنفي الماضي المستمر إن أنا بحط النوت بعد was أو were. For example, he wasn't reading a story. هو ما كانش بيقرأ قصة. مثال التاني they weren't playing football. هما ما كانوش بيلعبوا كرة القدم. يبقى أنا حطيت النوت أو ال N apostrophe T بعد ال was أو ال were. الحاجة الرابعة عندي هو الاستفهام. هقولك ان انا عندي نوعين من الاسئلة. اول حاجة السؤال بفعل مساعد بمعنى هل، وده بيتم عمل السؤال فيه كالاتي: بجيب was او where وبعدين الفاعل وبعدين اجيب الفيرب واضيف له ing. For example, was he reading a story؟ هل هو كان يقرأ قصة؟ الإجابة بتبقى yes he was أو no he wasn't. أما النوع التاني من الأسئلة هو السؤال بكلمة استفهام، وده بيبقى ترتيبه كالآتي: WH question كلمة الاستفهام وبعدين was aware بعدين الفاعل بعدين الفيرب بلس ing. يبقى كلمة الاستفهام was aware والفاعل واجيب الفعل واضيف له ing. They were making a cake yesterday evening. هما كانوا بيعملوا كيكة امبارح بالليل. عايزة أسأل عن الوقت فأنا هسأل بمتى when. وبعدين أنزل الفعل المساعد هو where. بعدين أنزل الفعل they وأنزل الفعل الأساسي هو متضاف له ing. يبقى when were they making a cake. خامس حاجة هنتكلم عنها النهاردة وهي الكلمات الدالة. وهقولك الكلمات الدالة زي while أو as ودي معناها بينما، when معناها عندما، all day طول النهار، yesterday at والوقت اللي هنذكره امبارح الساعة كذا، at that time yesterday في نفس ذلك الوقت أمس، all night yesterday طول الليل امبارح. For example, while I was studying my phone rang. بينما أنا كنت بذاكر التليفون رن. When he arrived they were eating. لما هو وصل كانوا هما بياكلوا. I was reading all the day yesterday. أنا كنت بقرأ طول اليوم امبارح. وطبعا هيبقى في الفيديوز اللي جاية إن شاء الله بستخدم ضمائر الربط بأمثلة أكتر وأكتر.
وبكده نكون فكينا سر الماضي المستمر. بس قبل ما تقفل الفيديو جاوبني في الكومنت، لو قلتلك while I was cooking، يا ترى ايه الحدث اللي ممكن يحصل ويقطع الفعل؟ اكتبلي اول حاجة جت في بالك واستنى الدرس اللي جاي، لان اللي جاي هيغير لك طريقة فهم الجرامر بالكامل. وما تنساش طبعا تعمل لايك وشير وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد. باي.